السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ واهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد من يوميات ملكات النحل. بصوا بقى يا حلوين يا طعمين، النهارده عندنا عزومة. عزومة ايه؟ عندنا عزومة سمك بقى. وايه؟ بصوا، وكابوريا، سمك وكابوريا. منين بقى؟ مش من القاهرة هنا عندنا، ده جاي لنا هدية من بورسعيد. يعني ايه؟ يعني وسع لبورسعيد. المهم بقى احنا هنعمل العزومه دي، هعزم فيها بابا وماما واحتمال اختي. تمام. هنعمل جمبري. خلاص، كيلو جمبري هنعمله، بس هنعمله في طاجن جمبري كده بالحبشتكنات دي. ماشي. وهنعمل الكابوريا برضو، هنعملها في الصينيه، مش هنسلقها، هنعملها في الصينيه بالايه، بالحاجات دي برضو. وعندنا سمك ايه، احنا كده خلصنا، ده لسه عندنا سمك بولتشي بتاع بورسعيد، مش مزارع، ميه مالحه. وهنعمل سمك ايه تاني؟ سمك جزل، بس انا اول مره اعمله ده، مش اول مره هنعمل. بص الحاجات دي مع بعضينا كده ونشوف الدنيا هتودينا لغايه فين. احنا دلوقتي نقعينهم، انا نقعهم بقى في ميه وليمون وكده، هوريكم دلوقتي. ماشي. قبل ما نبدا بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ويلا نشوف هنعمل ايه. بصوا هنا بقى كنت ابتديت ان انا اعمل ايه، اغسل بقى الكابوريا كده واحده واحده من الميه اللي انا كنت نقعها فيها. كنت نقعها في ليمون، جبت المصفى وبشطفها بقى واحده بواحده كده، عشان لو فيها رمله فيها اي حاجه تنزل، ما يبقاش معايا فيها، يعني تبقى نظيفه، وما يبقاش فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. ملكه هنا عماله تهز رينج لايت، عايزه تعمل لكم باي باي، مش ساكته. بصوا بقى شطفت الكميه كلها اللي معايا اهي، وهشطف برضو السمك كله اللي معانا، كله نقعته في ايه، ميه بليمون كده، عشان ايه، انضفه لو في لو في زفاره منه معايا يا جماعه. بصوا اهم حاجه بس اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. انا نسيت. ميكا جنبي كمان، ميكا هي كمان طلعت لكم قالت لكم باي باي. بصوا بقى جبت الكبه دي وحطيت فيها بقى توم كده كميه حلوه، لان انا هتبل السمك كله طبعا تتبيله واحده، هو تتبيلته واحده اللي هو التوم. وجبت دي خلطه السمك حطيتها على التوم، الخلطه دي حلوه يا جماعه. وحطيت بقى عليها ايه، ليمون، برضو عصرت ليمون كده كتير، حبه حلوين. بصوا الصينيه دي انا مقطعه فيها بصل، ومقطعه فيها طماطم، ومقطعه فيها فلفل. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. اخضر. فلفل اخضر، لو في الوان برضو كده اعملوا. بصوا بقى خلصت كده الليمون، وحطيت عليهم بقى رشه زيت زيتون وكمون، برضو زودت وقلبتهم بقى كلهم. الخلطه دي هستعملها معايا في السمك كله. هنبتدي بقى نجيب صينيه. بصوا جبت صينيه كبيره كده وحطيت عليها ايه، معلقه سمنه. زيت علامه زيتنا هي سايحتها. وخدت بقى حبه من البصل والطماطم والفلفل ده، وزودت عليهم بقى بابريكا من عندي، زودت فلفل فلفل اسمر، اللي هو بصل بودر، توم بودر، كل البهارات بقى اللي عندك بهارات حطيها، وكمون طبعا. او قلبتهم بقى كلهم في بعض دول عشان يعلوا التست. احنا بقى هنعمل ايه، هنعمل صينيه الكابوريا، مش هنسلقها، احنا هنحملها في الصينيه. الطريقه دي جميله. دلوقتي ماما توريكم الكابوريا عامله ازاي وتقول لكم كده يعني حلوه ولا وحشه. حلو. بصوا بقى حطيت الثوم عليها، اللي احنا عاملين الخلطه اللي عليها، وعملناها كلها قلبناها في بعضيها، وحطيت ملح بقى عليها. وبصوا نص كوبايه ميه بس. وعلى فكره انا شايله كام وحدايه كده من الكابوريا، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. هنغطيها بقى بورق فويل، دي صغيره، هاتي واحده كبير، شيليها خليكي شاطره، شيليها وريحي دماغك كده، وهاتي واحده كبيره. قطعت بقى واحده كبيره غيرها، وحطيتها غطيتها، وهنجري بيها على على الفرن. يلا اللي بعده. بس كده هنعمل بقى ايه، طاجن الجمبري. بصوا بقى هنشطفه في المصفى بتاعتنا دي برضو،
وهنحطه بقى هنا. بصوا يا جماعه، انا الجمبري مش مقشراه. انا عملت ايه، جبت المقص وقطعت بس راسه كده، قصيت راسه وشلته وفتحته من النص كده، وطلعت اللي هو الكيس الرمل اللي في بطنه، وخلاص كده. هو ده تنظيف السمك. وطلعت برضو ايه الزفرة اللي جواه. اه طبعا، ده لما انا شطفته حطيت بقى عليه برضو حبه طماطم وحبه بصل من اللي احنا مقطعينه وفلفل، وزودته بقى بهارات برضو من عندي. وهننزل بقى بنحط ايه بقى، نحط الخلطه اللي احنا عاملينها في الاول خالص اللي هي الثوم. منا بتقول لكم اعملوا شير ولايك وسبسكرايب لايك. للقناه. بصوا بوريكم هنا بقى انا عملت إيه. بصوا فتحته ازاي بس، وسايبه ديله وسايبه قشره زي ما هو، بس الراس شلتها وايه وفتحته. كنت بتقول لهم ايه هنا من؟ كنت بقول لهم انا بحب ماما وبساعدها كمان. فعلا منا بتساعدني يا جماعه كتير. بس وحطيت برضو ربع كوبايه ميه، وحطيت بقى ايه، غطيته بورق الفويل وجاريه على الفرن. يلا هنعمل ايه بقى. الصينيه اللي بعديها جبت الصينيه البايركس دي. بصوا هم قالوا لي السمك ده يعني كنا نعمله مقلي، بس انا ما رضيتش اعمله مقلي. قلت انا كده كده عامله بولتي مقلي، فنعمل ده صينيه كده برضو بالطماطم بالبتاع. بص حطيت بقى اخر حبه طماطم بقى معايا، وبصل وفلفل، وزودتهم برضو بالبهارات اللي عندي اللي هو البابريكا والبصل باودر والثوم باودر. حطيت رشه زيت بس. وهنحط بقى السمك بتاعنا. حطيت برضو الثوم والحاجه دي. السمك المفيد للصحة وبيخليكوا ذكي. دايما اقول لها إيه، عشان خاطر بيقوي الذاكره يعني. انا بحب السمك اساسا. تاكلوش؟ بتحبي السمك؟ لا باكله. تاكله بس مش كتير يعني، حته صغننه كده هي كلته. بصوا الصينيه يا جماله يا جماله. ماما عملتها رسمة فنية. بس هنغطيها بقى، استنى هنغطي ايه، هنحط ربع كوبايه ميه. وبعد كده هتغطيها لا هنحط بقى رشه زيت كده عشان تخليه بيلمع وحلو وطري. وهتغطيه بقى ايه بالورق الفويل وتحطه في الفرن. بس كده. نمسك بقى الفوطه وننضف حوالين مننا كده عشان ايه، تبقى الدنيا نظيفه اول باول. يعني اللي هي بعد ما هي ايه تكون بدرت الدنيا كده ننضفها. نعمل ايه بقى، هنا جبنا السمك البولتشي. بنفتحه بقى، بنعمله فتحات كده عشان نحط فيه التتبيله بتاعته، كله يبقى متبل من كل ناحيه. يلا يا عبيد. دي ملكه يا جماعه. يلا يا عبيد. عابتين، احنا عابتين، ماشي. شكرا 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 شكرا. يا جماعه احنا سهرانين بقى، فمعلش كله بيهيس كده ونسجل الفيديو ده سوا، فعشان كده. بس هنعمل ايه بقى، نحط في الخلطه بتاعتنا دي بقى، بالخلطه دي يعني هنحطها في السمك، تتبيله السمك يعني. هنتبله بقى ونسيبه كده بقى، ده اللي هنركنه للاخر خالص لما نلاقيهم جم. هحمر بقى خلاص عشان يكون التبل بقى معانا واصلا بيبقى طالع اللي هو سخن، لان طالما حطيتيه في الزيت مش هينفع يعني تسيبيه، فبيتاكل سخن. انتوا طبعا بتقولوا ماما ايه بتحطوا في بطن البولشي دوت هي بتحط ايه التوم واللي انتوا شفتوه في الاول. ايوه هم عارفين، ده متابعين من الاول. يلا تبلنا كل الكميه اللي معانا، وهيبقى بقى حبه صغيرين. هم بصراحه بالظبط يعني انا عملتهم وطلعوا بالظبط بقى حبه صغيرين. حطيتهم بقى على الايه، على الشوربه اللي احنا هنعملها بقى، اللي هي الجمبري والكابوريا واللي هو السمك المخلي بتاعنا. بصوا بقى حبه بقى هنقلبهم كده مع بعضيهم ونسيبهم ايه، يتبلوا. ومعانا بقى حله تانية فيها بصل كده، مقطعين بصل كتير، لان هنعمل بيها ايه، هنعمل الرز. طبعا السمك ما ينفعش غير برز صياديه، كميه محترمه كده من البصل عشان هنعمل كميه كبيره. ومعانا حله تانية فيها بصلايه بقى صغيره وبس بالسمنه. هنا بنحمر الرز بالايه، بالزيت، هنا بالسمنه. هنحط بقى فيه الكابوريا لغايه ما تاخد لون معانا، بس هننزل الكابوريا بس الاول. ده هنعمل فيها الشوربه يا جماعه. بصوا لما تاخد لون معانا اهي، لونها بقى اورنج برتقالي. يس برتقالي. هننزل بقى بالكميه اللي معانا اللي هو الجمبري بقى والايه والسمك المخلي، ونديهم تشويحه بقى مع نفسهم كده. بصوا هنا بقى اقول لكم ايه، نشوحها. الريحه يا سلام يا سيدي على الريحه.
والله يا جماعه كانت ريحته حلوه قوي فعلا، ما فيهاش زفاره كده وكان قشطه. بصوا بقى هنا ايه هنعمل ايه. حطينا عليه بقى ايه برضو حبه بهارات من عندنا اللي هو البصل بودر والثوم بودر وكده، بهرناه برضو تاني وشوحناه بقى مع بعض. وهنحط عليه بقى ميه ونسيبه يغلي بقى غلوه بس كده. هو اصلا يعني ما بياخدش السوا، السمك ما بياخدش سوا خالص. بصوا حطيت بقى عليه وخلاص هنسيبه يغلي وهنغطيه غلوه مع نفسه بس كده. وهنا البصلايه دي ايدينا فيها كده عشان مش عايزانا تتحرق من ناحيه وناحيه، لا احنا عايزانا تتحمر يبقى لونها بني حلو كده ما يبقاش محروق. فدايما نقلب فيه عشان ايه كله يبقى لون واحد. يكون ذهبي. بصوا بقى هنا انا ما عنديش بقى كريم عشان نعمل بقى الشوربه. هنسكت مش هنسكت نجيب لا. اللبن بتاعنا. ونفضل نقلبه كده. لا حطينا ايه بقى في الكوبايه دي، حطينا دقيق دي معلقه دقيق كده حلوه كبيره، وحطينا بقى كوبايه اللبن عليها وبندوبه في بعضه. وهننزل بيه بقى فين؟ على الشوربه بتاعتنا بتاعت السي فود. بصوا اهي شفتي يا منظر من حلو. نزود كمان ميه قصدي سوري لبن او غلوتين، وهتلاقي اصلا يعني تقلت كده معانا شويه بص وخلاص. الشوربة تخليك تجوعك. والشوربه خلاص كده تمام غلوه ونقفل عليها. بصوا هنا بقى اللون اللي بقى بني ازاي. لا بقى لونه ذهبي. ذهبي ذهبي غامق. انا بقول لكم انا خلاص بقى والحاجه في الفرن والدنيا زي الفل ونعدل الطرحه. اقول لكم انا تعبت. نمسح حوالين مننا كده اول باول. ويلا بينا نخش على حاجة تانية. اوريهم بقى الحاجه اللي في الفرن. بصوا انا بوريكم السمك مية مية. مية مية. هنا كنت يعني عايزاه بس يغمق سنه معايا. حط عليه بقى كمون. بقول لكم تعالوا انتوا بعاد ليه. حط عليه كمون. جود حمد جود. كنت بقى بسخن ميه في الكتل عشان اخليها جاهزه عشان ايه نسقي بيها الرز. ما يبقاش ايه ما تبقاش ميه ساقعه، بتبقى ميه سخنه بتخليه مفلفل كده وحلو. عزومه بقى فكنت عايزه بقى اللي هو ايه في كل تفصيله خليها زي الفل. بصوا هنا بقى حطيت لي حاجه اشربها. انا كنت خلاص حطيت الرز الجميل الابيض. مش هيبقى ابيض دلوقتي. هيبقى لونه تاني. بس بقى قلبته بقى كويس عشان ايه يعني يتوغل كده كل فيه. اهو حطيت بقى ايه بقى هنا سنه مش بابريكا، كاري وكركم. سوري كاري وكركم عشان يبقى لونه كده ذهبي حلو كده. انتوا دلوقتي يا جماعة بتسألوا ايه البطوط اللي واقف دوت بيتفرج على ماما. ده البطوط بقى اللي احنا بنحط فيه ايه الحاجات، بنحط فيه يعني زي ايه المعالق. المعالق والبتاع اللي احنا بنقلب بيه نستخدمه بس يعني. كده خلاص الشوربه اهي والميه كانت غليت معايا. رحت نزلت بيها بقى ايه على الرز. يا جماعة ماما شكلها كده هتطلع شيف. هتطلع يعني ما ينفعش شيف دلوقتي. بصوا اهو بقى بدوق الرز بس قلت لكم شيف بس الشربيني. هو كده تمام قوي وقفلت عليه وزي الفل. خلاص بقى لما يغلي معايا هنوطي عليه نخليها شمعة وخلاص. وهنا بقى ايه ندوقها برضو نشوفها ناقصه حاجه. بصوا سمكها معايا حلو. هتدوق دلوقتي يا ماما. ادوق دلوقتي. وتنفخ فيها. بقول لكم هي حلوه بس ناقصه حبه ملح. بصوا كده خلاص هزودها سنه ملح بسيطه. لا ده سكر. لا ملح. لا ملح. واقلبها تقليبه واقفل عليها وخلاص كده زي الفل. بصوا بوريها لكم اهي. بصوا سمكها صورة فنية. كله قال لي بصراحه الشوربه جميله في اليوم ده. بس هي كان ناقصها حاجه واحده بس منا بتحبها اللي هي قواقع البحر اللي هي اسمها ايه جندوفلي ولا معرفش اسمه جندوفلي. القواقع. بصوا هنا بقى فتحت. بصوا يا سلام يا سيدي شفتوا الكابوريا استوت. انتوا ما شفتوش كابوريا هي عينيها ايه كده. عندها عين وعين. بصوا بقى هنا السمك وريته لكم برضو. واوريكم بقى الجمبري يا سيدي. كان السمك معسل وكان جميل والله فعلا. الحاجه اللي هي بتاعت السواحل دي بيبقى لها طعم عن بتاعنا هنا اللي هو بتاع القاهره. هنا مزارع
هنا تمام التمام. بص بقول لكم احمرت ازاي، مش قادره. نيجي بقى للسمك البولتي بقى بنجهزه اهو. حطيت حبة دقيق محترمين، اها. وغمزت بيه ايه السمك البولتي. غلفته غمسته. حطيته بقى، خليته ايه حلو. بس حطيته بقى ونخلته كده، نخلته في قلب الدقيق. انخلي انخلي. لغاية ما خليته ايه ابيض شفافي. ابيض شفافي. خلاص هنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها. على فكرة عارفة السمك ده اصلا كان جاي لنا انا اللي منضفاه، هو كان جاي زي ما هو كده بعبله، ولا مفتوح ولا متنضف ولا اي حاجة. اول مرة انضف سمك في حياتي، بس يعني طلع الموضوع كويس، عرفت اعمله. سهل مش صعب. لا كان سهل. نضفته وفتحته ونضفت. اول مرة في حياتي انضف السمك. دايما يعني ما بشتريه بيبقى من عند راجل بينضفه لي وانا واقفه، لكن ده طبعا عشان جاينا فجاي لي ايه زي ما هو كده. يا جماعة ماما كانت فاكرة ايه اللي هو يكون ايه صعب، لكن هي دلوقتي اول ما جربت بقى خليته ايه سهل في تنظيفه يعني، لكن انا السمك البولتي على طول بعمله. بس كده اهو بقى ايه، خلص الكميه بتاعتنا. انا بصوا افتكست حاجه اللي هو ايه، بعد ما انا تبلته رحت حاطاه بصوا في الميه في التتبيله بتاعته تاني، وقلت ايه بقى عشان يعمل ايه، يعمل يعني سمك كده حلو. على يكون فكره طعمه جميل. دي ده يا جماعه انا حاطه فيه كمون وحاطه فيه معلقه نشا عشان يخليه بيقرمش كده ويبقى حلو، يعني ميبقاش شارب زيت معايا. حطيت في الدقيق ده كده. خلصت كده الكميه كلها اللي معايا. بقى ننضف حوالين مننا برضو. اكيد يعني مش هتسيب الحاجة يعني مش نظيفة. نضف نضف نضف. بصوا كوبايه البيبسي دي حطاها من بدري ما شربتهاش، كل شويه اخد بق واسيبها واعمل حاجه، اخد بق واسيبها واعمل حاجه. خلصت بقى طلعت اهو الكابوريا. يا سلام. يا سلام. يا سيدي. سيدي هنا بقى على بص انا الجمال. طلعته وايه، واللي هو خلاص خليته بقى شويه، قلت هياخد بس وش في الايه في الشوايه لما يجوا. هما هنا بقى كانوا ابتديت بقى احمر السمك. هنا جودي كانت بتعمل لكم سلام وانا قلت لها بعيدي عن الزيت. بصوا بقى. عملت بقى كميه البولتي اللي معايا، بقليه بقى في الزيت. بصوا طالع لونه ذهبي وجميل ازاي، وكان معسل. انا كنت بطلت اكل البولتي ده. بس رجعت كلته تاني لما جالي كده من بورسعيد، كلته فعلا طعمه مختلف. طلع بقى بس، والنبي شكلي في اول الفيديو غير في اخر الفيديو. هنا بقى كنت ابتديت بقى احط السمك بتاعي اللي هو ياخد يعني وش في الفرن في الشوايه. واسخن بقى الحاجه بتاعتي وخلاص كده. كنت خلاص برضه هولع على الشوربه. بصوا كنت خلاص بقى قلت بعمل بقى طحينه، ما عملتش طحينه، كنت قلت اعمل طحينه، وكنت عملت سلطه. كنت خلاص بصراحه يا جماعه جبت اخري. تعبت. اعمل بقى الطحينه دوبتها في ميه وكمون وملح. بصوا بدوبها بقى في قلب بعضيها اهي خلاص. دي الطحينة. طحينه كانت جميله، كانت جميله قوي الطحينة طحينه. كنت عمالة احط في طبقي كل ده. ازودها بقى خل واقلبها. هنا بقول لهم يلا خدوا بقى مني الحاجه يلا. هنا جوزي جه يساعدني بقى، قال لك دي لايصه خلاص بقى، بيلحقني بقى عشان نخلص بسرعه. عشان احنا جعانين. كانوا جاعوا بقى كده وخلاص، فقال لك بقى نخش نساعدها. ده زوجها العزيز. ايوه. بص بقى قلب الطحينه. بيقول لها انت جهزتي كده خدت السلطة؟ خلاص بقى. بصوا بقى الرز بقى والحاجه بقى. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في الفيديو ده، ونكون يعني قدرت افيدكم بحاجه. وما تنسوش تعملوا لي لايك.